يسبق يتضرب الى الشيء الذي سيجعل عناصر فريق الوداد معنويات مرتفعه ان شاء الله. نظرات على حكم المواجهه الحكم الكابوني ووفير كريستان شو الذي يقود هذه المباراه في انتظار صافره البدايه. البدايه بالقبصره البيضاء، فريقين ينظر بالقبصره الزرقاء. البدايه من يسار الى اليمين الساده المشاهدين، وينظر من اليمين الى اليسار الساده المشاهدين. بقيه انطلاقه المواجهه، كره اليمين والفتح ولكن هنالك تغطيه اخيره المطاف. ومن لعب الكره من الجهه اليسرى تقريبا على امكانيه التسجيل تحقيق جزاء. هنالك مجموعه من اللاعبين داخل منطقه الجزاء من جانب الوداد. تمريره الواحد على راسيه ولكن تقديم جانب الدفاع. رجعت مره اخرى في اتجاه عطيه الله كيلعب الهدف الاول على فريق الوداد الرياضي كيجي من خلال التمريره الماضيه وايضا التعامل الماضي ايوب العمري والكره الماضيه مع بطاقه صفراء. كنشوفوا هنا لاحظوا هنا تمريره من حناش لعبات بهذا الشكل هذا، الانزال براسيه كتمشي كره اماميه وايوب العمود يفتتح التسجيل في مقابله ديال اليوم 1-0. بدايه جد مشجعه، بدايه مرضيه ورائعه لعناصر فريق الوداد الرياضي في مباراه الاياب. بعيد الكره ديالو في الخط الامامي باش يصوب من جهه الشق البحري في اتجاه العمود. العمود يرجع الكره ديالو اتجاه منتصر تمريره فقط للدفاع. اذا هذا الجمهور الذي يساند اليوم فريقه لهزيج مستمره. ضربة خطأ لصالح فريق الأول 19 دقيقة، نلعب دقيقة 20 الآن. ضربة خطأ والتنفيذ كيجي من جانب يحيى عطية الله استعداد لرفع هذه الكرة، يرفع كرة داخل منطقة الجزاء. صيام محاولة جيدة والمراوغة كيختار التمرير، كيرجع الكرة ديالو لجبران منتصر إلى أمين أبو الفتح. أمين أبو الفتح يلعب الكرة مع حكاس جوزيف عطولي يرجع الكرة ديالو هذه المرة للاعب إيكينا كوبر تغطية دفاعية من عناصر فريق نيبا. تشيكاموسو يلعب الكرة للجهة اليسرى للسيلال من الجهة اليسرى عن طريق اللاعب رقم 6 روبوت، ولكن هذه عطية الله يحيى حافظ على كورتو، يرجع في اتجاه حناش بودو يبحث على التمرير، اختيار الكرة الجهة اليمنى في اتجاه العملوت. قراءة جيدة ديال الدفاع ولكن يتمرر كرة من جديد في اتجاه جبران خلفه هنالك حناش. تمريرة أمامية ما مراتش ولا زال بحث من عناصر فريق الوداد. كل اللاعبين ديال فريق نيبا راجعين للخلف. كرة ملعوبة من عملوت الجهة اليسرى من يحيى عطية الله، رأسية كوبر في المكان المناسب. رجعت لإنيمبا من الجهة اليمنى، تغطية دفاعية وفي آخر المطاف بعيدة إلى خط الوسط. هذه الكرة التنفيذ تنفذ هذه الكرة أمامية، فرصة رأسية، كرة وهدف لصالح فريق الوداد. هدف من جانب فريق الوداد الرياضي. الشوط الأول لعب نعم حركاس كيتمكن من وضع الكرة في المرمى، جدا جمال حركاس كيتمكن من وضع الكرة في المرمى ويعلن عن ثاني الأهداف في مباراة اليوم. تمريرة ديال يحيى عطية الله وهنا رأسية ديال اللاعب حركاس. الأمر الآخر اللي كنلاحظوه هو أنه العملية الهجومية بعد الرأسية فحركاس ما فقدش الأمل ومشى لعب الكرة ديالو كمل كيسجل في الدوري الافريقي داخل المغرب هنا بالمركب الرياضي محمد الخميس، ثم كيجي اللاعب الاولويات ديال اللاعبين. هذا امر ايجابي. كره من الجهه اليمنى، انزال كره من منتصر، يرجع كره لختيمي، يلعب كره مع امين ابو الفتح. بوسفيا كينزل كره لترويض بهدوء، مراوغه جميله، كره اماميه، هدف للوداد، هدف بطريقه رائعه لفريق الوداد الرياضي. ويحيى عطية الله يؤكد على ان اوجو اصطدم اليوم باراده كبيره للاعبي فريق الوداد الرياضي على مستوى التسجيل. يحيى عطية الله ينعش هذه الجماهير صور معبره، صور يعني بو سفيان قام بمجهود كبير على مستوى المراوغه التمرير. لاحظوا بو سفيان الجرأه على مستوى المراوغه، خدا اللاعب جهه اليمنى الجهه اليسرى، بعد ذلك كتجي هنا تمريره تصويبه يعني بشكل ممتاز. كيتمكن يحيى عطية الله من بناء العمليه الهجوميه. رجعت مره اخرى لتكون من جانب فريق نيمبا.
كنعتقد بان المعنويات الان ديال فريق انيمبا نيجيري يعني فهي نزلات بشكل كبير، خاصة أننا نتحدث على 4 ديال الأهداف كاملة، يعني 3 منها هنا في أبو الفتح. جبران كيلعب الكرة ديالو الجهة اليمنى العملود كيرجع الكرة ديالو للخلف لأمين أبو الفتح في اتجاه مطيع للجهة اليسرى الحركاس، انطلاقا من جانب فريق الوداد الرياضي. جبران حركاس البحث عن الانسلال على مستوى الشق الهجومي، كل ثقه كيرجع الكره للخلف. تمريره يحيى عطية الله كيرجع الكره ديالو لجبران. بهدوء كيختار اماميه في اتجاه الشرقي البحري، وكره عند العملود، انطلاقه وانسلال، محاوله الدخول داخل منطقه الجزاء. اوجو كان في وضعيه صعبه، خط وسط 3-0 في الشوط الاول من عمر هذه المواجهه. وفي هذه اللحظات يمكن نقول بان هذه الصافره كانت رحيمه فريق انيمبا في هذه الجوله الاولى، ويقف